قفلنا في الحلقة اللي فاتت بعد ما شفنا تطور مستوى قوة بطلنا ل 3100 نقطة، وكان بيستعد عشان ياخد الجيش بتاعه ويروح يواجه نقابة الصيادين بتاعة جونا. طبعا جوبو كان هيعمل كده بمساعدة عطوة وجيش الشياطين بتاعه بعد ما اتحكم فيه باستخدام مهارة جونا وأجبره يطلب المساعدة من الشيطان الكبير نيو. أما عن سبب رغبة بطلنا في مهاجمة قرية النور فعرفنا إنها السيطرة عليها واتخذها كمقر لقبيلته. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة واربط الأحزمة ويلا بينا على الفيديو. بيخرج بعدها بطلنا من الكهف وبيكون في انتظاره عطوة، واللي بنشوفه بيقدم له احترامه أمام كل أصحابه الشياطين عادي. بياخد بطلنا وضعية الثقة في النفس وسط مكان نيو بيكلم عطوة وبيسأله عن هوية جوبو ولو كان بجد عايزهم يتعاونوا مع جوبلين منخفض المستوى زي ده. أثناء ما كان نيو عمال يدوس على مشاعر بطلنا الحزين بيفحص جوبو مستواه وبيعرف انه من المستوى 85 ولكن قوته الإجمالية 3500 نقطة بس. بيلاحظ بطلنا ان نيو من فصيلة تيران الشيطانية وده معناه ان أتباعه كلهم أقوياء زيه. عشان كده فحتى لما بيسخر منه نيو بيقول انه غول ضعيف أقل من الرتبة السادسة حتى، بيقرر بطلنا يتغاضى عن كلامه وبيقول له انه هيثبت له قوته بعدين عادي. بيتحركوا الشياطين سوا متجهين كلهم ناحية قرية النور ومتجاهلين بطلنا، وسط ما كان عطوة بيحاول يبلغ نيو ان قوة جوبو قريبة جدا من قوته الخاصة. نسيب الشياطين يشتموا عطوة ويقولوا له انه كذاب في حالهم ونروح لقرية النور نفسها. بعد شوية وقت وبالقرب من القرية دي بنشوف وصول الشياطين وبيحذرهم عطوة من وجود سيافة قوية جدا كانت هتقتله في آخر معركة. بيتحمس نيو من كلامه بيقول له ان مفيش اي داعي للخوف لانه بيحب الاكل القوي. اما عن جنود وفرسان البشر الموجودين فوق الاسوار فبيبداوا يحسوا بهزة ارضية لحد ما واحد فيهم بيشاور لصاحبه وبيقول له يبص الناحية دي بسرعة. بيعمل الجندي كده فعلا ويا ريته ما عمل يا صديقي لانه بيصرخ بصوت عالي بعد ما بيشوف جيش كامل من التيران الشيطانية بيجري ناحيتهم. بيملى الرعب الجنود كلهم وبصوت عالي بيقولوا الشياطين هتموتنا كلنا يا جدعان. في حين ما كان بطلنا بيتجاهل كل صرخاتهم وبيراقب القرية من على ظهر التنينة، ومع انه شايف ان قوة التيران الشيطانية الجسدية اكبر منه الا انه متأكد ان الغيلان الذكية اخطر بكتير منهم. بس وبما ان التيران اقتحموا القرية وبدأوا يحطموا فيها بالفعل فبطلنا بيقول في نفسه ان مفيش اي داعي للاستنتاجات والتحليلات العبيطة دي. في الاثناء دي بيشيل واحد من التيران قروي حزين وبيكون على وشك انه ياكلوه، وده اللي بيخلي القروي يعمل دوره الطبيعي ويصرخ بصوت عالي طلبا للنجدة. بمجرد ما بيعلى صوت صيحات القروي بنشوف وصول احدى هجمات سحر النور للشيطان واللي بيسقط ارضا في نفس اللحظة وبيموت من شدة قوة الضربة. بنتأكد بعدها على طول ان صاحبة الهجوم ده هي جونا واللي لسوء حظ الوحوش بتوصل ومعاها فريق الصيادين بالكامل. بيكسر اوستن الصمت وقتها وبصوت مندهش بيسأل عن سبب وجود عدد كبير من التيران، ولسه كان هيرد عليه مارشال بتنقطع افكاره لما بيشوف حاجة مش بيصدقها. الحاجة دي يا صديقي او الشخص ده يعني بيكون عطوة واللي كان بيحاول يدخل جوه البير في حين ما مارشال بيسأل اصحابه ازاي عطوة تجرأ يرجع تاني. وبما ان اللي خلص عليه كان بطلنا فمحدش في فريق جونا شافه وهو بيموت، وعشان كده مارشال بيقول انهم المفروض كانوا خلصوا عليه اخر مرة لان غلطتهم دي تسببت في منحه الفرصة انه يجلب اصدقائه ويهاجموا القرية سوا مرة تانية. فبتقول له جونا ان مفيش اي داعي يخليه يلوم نفسه على اللي حصل لانه كان غلطتها هي بما انها كانت المفروض تتجاهل جوبو وتركز على عطوة وبس. عشان كده وبما ان الغلطة غلطتها هي فبتقرر تصلحها بنفسها وبتنطلق تجاه الشياطين بعد ما بتشحن الهالة بتاعتها حول جسدها بشكل كامل. من شدة الحماس اللي كانت فيه بنشوفها عمالة تنقض على الشياطين واحد ورا التاني وبيكونوا كلهم في حالة صدمة لانها بتخلص عليهم بضربات معدودة لكل شيطان. بيلاحظ نيو ان اتباعه واصحابه كلهم في خطر وعشان كده بيقرر يتدخل بنفسه وبيحاول انه ينقض على جونا بلكمة مفاجأة من الخلف. لما بتقترب ايديه منها بشكل كافي وبسبب حركة الرياح بتاخد بالها من اتجاه الهجوم بالفعل، لكن ولانها بتبص وراها متأخر فبنشوف ان الهجوم نجح في الوصول اليها وبيحاول نيو انه يدك بيها الارض زي ما ايرين كان عايز يعمل في هجوم العمالقة. من وسط الغبار بتخرج دراع جونا وبتكون ممسكة بقبضة المعلم نيو وبيتضح انها خرجت من الهجوم ده بدون اي خدوش واتصدت ليه بشكل كامل. وسط محاولة نيو القضاء عليها بهجمات متتالية واحدة ورا التانية بنشوف ان بطلنا اقترب
واقترب أكتر من القرية لدرجة إنه واقف على قمة أحد المباني. فبيقول إن القوة الإجمالية للتيران قد تكون أقل من كاهنة السيف، ولكن على الأقل فقدرتهم الجسدية متساوية وهيكون من الصعب عليها هزيمته. بيكمل بأنه بيتمنى تكون تحليلاته صح لأنه محتاج وقت عشان ينفذ خطته، ولو فشل نيو في تعطيل جونا لوقت طويل هيكون الأمر صعب. وعلى الجانب الآخر بنشوف المواجهة اللي بين مارشال وعطوة على وشك البداية، وبيكون مارشال بيستخدم إحدى تقنياته القوية. ما هو حتى الآن متعصب يا صديقي لأنه شايف إنه سمح له بالهرب المرة اللي فاتت، والحوار ده هو اللي تسبب في عودته مرة تانية مع جيش أكبر. لما بيلاحظ جوبو إنه بيستخدم تقنية السفر تحت الأرض بيبتسم وبيقول إنه كان مستني اللحظة دي لأنها جزء من خطته، وعلى طول بعدها بيستخدم نوع من السحر اللي اتعلمه مؤخرا واللي بيطلق شظايا كتير من عنصر الأرض تجاه مارشال. لسوء حظ مارشال في هجوم بطلنا بينجح في إلغاء المهارة بتاعته وبيعمل انفجار واسع كمان. بعد نهاية الانفجار وانقشاع الضباب بنشوف إن مارشال فقد وعيه على الأرض، وطبعا لما بيشوف عطوة إن مارشال توقف عن حماية نفسه بيقرب إيده منه وبيشيله من على الأرض عشان يلتهمه قبل ما يصحى من تاني، بما إنه لو التهمه فهيقدر يمتص طاقته ويستخدمها في رفع قوته. بتتفزع إيما لما بتشوف اللي بيحصل ده طبعا، وبتقرر تسيب كل حاجة في إيديها وتركز بس على إنها تهاجم عطوة بسهم قوي عشان تمنعه من التهام صاحبها الحزين، اللي هي ما تعرفوش بقى إنها بتواجه حاليا رامي أفجر منها اسمه جوبو. وعشان كده بنشوف إنه استخدم هجوم الزوبعة اللي بيه ألغى الهجوم بتاعها تماما. بتندهش البت وبتسأل نفسها بصوت عالي إيه اللي حصل والهجوم بتاعها راح لفين. لحظتها وأخيرا بينزل بطلنا من أعلى مبنى على الأرض وبيقول إن إما من الإلفز وهو بيعرف يتعامل معاهم كويس جدا، لكن ولأن المهمة حاليا هو حوار عطوة فبيبص جوبو تجاهه وبيأمره يروح يساعد التيران ويسيب له هو مارشال. طبعا عطوة حاليا تحت التحكم الكامل لبطلنا وعشان كده بينفذ كلامه فورا. بيفرح جوبو وبيقول إنه في الطبيعي كان من المستحيل إنه يقدر يخليه يتنازل عن فريسته، ولكنه بفضل مهارة ملك الغيلان أصبح من السهل عليه التحكم في فصيل الغيلان كله. أمام عين إيما الحزينة بيستخدم جوبو بعدها مهارة الافتراس على مارشال، فبتبدأ إيما تبكي على صاحبها وبتفتكر كل لحظاتهم اللي قضوها مع بعض كفريق. بياخد أوستن باله أخيرا من اللي بيحصل يا صديقي، بما إنه كان مشغول في القضاء على الشياطين ومساعدة جونا. طبعا مع رؤيته لموت صاحبه بيقرر يتجاهل مهمته الحالية تماما وبيركز على بطلنا وبيجري عليه وهو بيقول له إنه لازم ينتقم لصاحبه مارشال. بيرفض أوستن إنه يضيع أي وقت فبيقفز بعدها للأعلى وبيقرر يستخدم أقوى هجماته على جوبو، لكن يظهر كده إنهم كلهم بيستخفوا بذكاء بطلنا جوبو واللي كان عامل حساب كل حاجة. فبنشوفه بيتحرك وقتها بسرعة كبيرة جدا وبيقدر يتفاجأ هجوم أوستن بعد ما استخدم تقنية السيف الغير مرئي واللي بتسرع من حركته. بيحاول أوستن إنه يتدارك الموقف بسرعة ويبص وراه عشان يحمي ظهره من جوبو، ولكن بطلنا بيقول له بكل هدوء إن المعركة انتهت خلاص. السبب في كده إن تحركات أوستن البطيئة سمحت له يستخدم أقوى مهاراته واللي تبقى مهارة زئير ملك الغيلان اللي بيها بيصيب أوستن بشكل مباشر ومن مدى قريب كمان. مع نهاية الهجوم ده طبعا بيموت أوستن وبتدخل إيما في حالة من الفزع والخوف، وإزاي ما تكونش كده وهي حاليا بتتفرج على تاني واحد من زمايلها بيتم التهامه، واللي بيلتهمه هو نفس الشخص اللي التهم مارشال قدام عينيها. المصيبة إنه على عكس مارشال فأوستن بيتم التهامه وهو على قيد الحياة، وده اللي بيخلي إيما تسأل نفسها لو كان جوبو هيمسكها ياكلها هي كمان زيهم، وشكلها كده ما تعرفش إن اللي مستنيها مش أكل خالص وإنما بس كان كوباية شاي بحليب. بعد كل الطاقة اللي امتصها جوبو بيرتفع مستواه لل 75 وكمان قوته بتوصل ل 3200 نقطة، لكن وفي الوقت اللي كان فاتح فيه النظام ومشغول كانت إيما استعادت تركيزها وأخيرا بدأت تشحن هجومها وتصوب ناحية جوبو، ومع إنه بيكون واقف ورا الجدار وفاكر نفسه مستخبي إلا إنها بتكون واثقة من حدة مهارتها، عشان كده بتطلق السهم بتاعها والمفاجأة إن مهارتها مش بتغزلها أبدا وبتقدر إنها تصيب جوبو العبيط اللي كان مشغول بالنظام بتاعه. لحسن حظه فالسهم ده مسببلوش ضرر كبير يا صديقي، وعشان كده نقدر نقول إنه كان مفيد عشان يخليه يفتكر إنه في ساحة المعركة. سبب الكلام ده إن إيما أطلقت سهم تاني تجاهه بالفعل، ولكن السهم ده المرة دي كان متوجه ناحية دماغه وبيهدف للقضاء عليه. بيتحرك بطلنا بسرعة وقتها وبيكون مفزوع لما بيكتشف إنه مش سهم واحد بس تحركاته السريعة
السريعة دي بتخليه يقدر يتفادى السهام كلها. بيبص بعدها تجاه إيما وبيقول إنها بتطلق السهام بسرعة خيالية، وإنه لو أرخى دفاعاته مرة تانية فمش بعيد يموت. ما هو حاسس إن السهام بتاعتها مش بيتم إطلاقها من قوس يدوي أبدا، وإنما وكأنها بتطلقها باستخدام أحد المدافع الآلية. مع ملاحظته إن عملية تفادي السهام لوحدها متعبة، بيفهم إن الوصول إلى إيما مستحيل عليه، وعشان كده بيقرر إنه ينادي على عطوة وبيطلب منه يحطم برج الإنذار. بدون أي تأخير بيخرج عطوة من خلف الجدار تنفيذا لأوامر بطلنا وبيجري على إيما، ولأنها بتكون مشتتة من وجوده ومش عارفة تستهدفه هو ولا جوبو حاليا، فده اللي بيمنحه الفرصة إنه يوصل إلى البرج ويهاجمه بقوة كبيرة. مع بداية تحطم البرج بيختل توازن إيما وبتحاول تستعيده فورا. في الوقت اللي كانت بتعمل فيه كده بيبتسم جوبو وبيقول إن دي فرصته، ويظهر كده إنه حب موضوع الرماية لأنه بيقرر ينهي المعركة بأحد السهام برضه. رغم صعوبة الأمر بالنسبة لإيما إلا إنها بتلاحظ اتجاه السهم ناحيتها، وكمان بتقدر تتفاداه بكل سهولة لأنها بتمتلك رشاقة عالية زي الإلفز. ويظهر كده إن بطلنا توقع إن ده ممكن يحصل لأنه بيبتسم وبيقول إن مهارة السرعة بتاعت إيما دي أكيد بتستهلك كمية كبيرة جدا من المانا، فبيبدأ يجري من تاني عشان يختبئ خلف الجدار. وسط ما كانت إيما بتغلي من الغضب وبتقول إنها مش هتسمح له بكده، فبتسحب القوس بتاعها بسرعة وبتستعد لاستهداف بطلنا بما إنها تعبت من لعبة القط والفار بتاعتهم دي. بس يظهر إن غضبها خلاها عمية لأنها نسيت إن سرعة بطلنا رهيبة برضه، وعشان كده بيتفادى السهم الأول بتاعها عن طريق القفز لأعلى. لما بتحاول إيما تطلق المزيد من السهام بتسقط على الأرض، وساعتها بتفهم إن غبائها خلاها ما تلاحظش إنها استهلكت المنى بتاعتها كلها. بتشجع نفسها عشان تقوم من تاني ولكنها بتسقط أرضا مغمى عليها زي المتوقع. وسط ما كان جوبو بيبص عليها وبيقول إنه متوقعش إن ده هيكون آخر سهم ليها. بيجري عطوة عليها بسرعة وبيقول في نفسه أخيرا جات لي فرصة امتصاص طاقة أحد الأقوياء، وعلى طول بعدها بيبدأ يهجم عليها عشان يلتهمها قبل ما جوبو يتدخل ويقول له أي حاجة. لكن يظهر إن بطلنا كان عارف إنه هيحاول يعمل كده، وده اللي بيخليه ينادي عليه وبيقول له استنى يا عم حلاوة أنت وما تحاولش تسرق فريستي قدام عينيا. ما هو أول مرة يشوف واحدة من الإلفز بالقوة الكبيرة دي كلها، ولو خدها كسجينة فهيقدر يعمل جيل فاجر من الغيلان. بيعدي الوقت بعدها بسرعة وبتفتح أيما عينيها من تاني على صدمة لأنها بتشوف بطلنا واقف أمامها وبيسألها عايزة كام معلقة سكر لكوباية الشاي بالحليب. بتحاول إيما تتحرك وتقول له إنها بتحب الشاي سادة، ولكنها بتلاحظ إنها مقيدة، فبتصرخ بصوت عالي وبتنادي على جونا وكمان بتسأله عايز منها إيه بالظبط. بيرد عليها جوبو بإن مفيش داعي لكل ده وإنه مش هيقتلها وإنما بس محتاج لها تنتج له الجيل الجديد من الغيلان. أثناء عمل الشاي بقى بنرجع إحنا يا صديقي لجونا اللي كانت مشغولة في معركتها، بس باين كده نيو جاب آخره في الصمود أمامها خلاص لأنها بتقدر تهاجمه بهجوم قوي وقاطع بالسيف بتاعها. مع نهاية الهجوم ده بيسقط نيو على الأرض فبتنقض جونا عليه وبتفصل رقبته عن جسده بهجومها التالي واللي بيه بتخلص عليه تماما. ولسه جونا واقفة وبتقول إن المعركة دي طولت وكانت مزعجة جدا بالنسبة لها، بتتفاجأ بسماع صوت صرخات صاحبتها إيما وبتتعرف على صوتها فورا. على ما بتوصل جونا هناك بتكون إيما تم تدميرها نفسيا وبتخلص على نفسها، وده بيحصل قدام عين جونا واللي حاولت إنها تمنعها ولكنها ما كانتش بالسرعة الكافية. بصوت مرعوب بتصرخ جونا وبتجري على صاحبتها بسرعة، ومش بتكون فاهمة في البداية اللي حصل ولا عارفة تستوعب ليه ممكن تعمل كده. وعلى طول بعدها بتحاول تصحي إيما وتنادي عليها عشان ما تموتش بين ايديها بأي شكل. بتفتح إيما عينيها فعلا وبتقول لها ان كل زمايلها في الفريق ماتوا خلاص. كمان بتعرفها بعدها باللي عملوا جوبو فيها وانها بتفضل الموت على انها تنجب وحوش زبالة زي الجوبلينز. بتموت بعدها إيما بين ايد جونا واللي سرعان ما بيتحول حزنها لغضب لان التيران الشيطانية بدأوا يتكلموا سوا ويقولوا ان اللي هيقتل جونا هيكون هو الزعيم الجديد بعد موت نيو. فبتقوم تقف فورا وبتفعل هالة النور بتاعتها عشان تخلص على التيران بسرعة وتتفرغ لجوبو، وبتقول لهم يهجموا عليها مرة واحدة لو حابين عشان هي مش عايزة تضيع وقتها معاهم. بس يظهر انها ضحكت عليهم وعشان كده بنشوفها بتطير في السماء وبتحرر قوة النور واللي بيها بتستخدم تعويذة في غاية القوة. بينادوا عليها الفرسان لما بيشوفوها في الحالة دي وبيسألوها بتعمل ايه، لكن جونا بتتجاهل السؤال بتاعهم وبتقول لهم ان مفيش اي وقت يضيعوه لانهم لو ما هربوش من
من المكان ده حالا فهيكون مصيرهم الموت مع الوحوش. من كلامها ومن شدة هالتها بيترعبوا فرسان وبيبدأوا يجروا كلهم، وبيقولوا انهم حاسين وكأنها هتفجر نفسها في القرية بالفعل. في الوقت ده وبينما كان جوبو بيحاول يسيب القرية بيشعر بحاجة غريبة فبيبص وراه، وساعتها بتجيله الصدمة لانه بيشوف سحر نور كثيف وشديد جدا عن اي سحر شافه في حياته كلها. ما هي جونا تقريبا تحولت لإحدى ملكات النور عشان تستخدم هجوم واسع المدى، وطبعا في الهجوم ده بيستهدف أصحاب الطاقة الظلامية أو الشيطانية اللي منهم بطلنا يعني، إلى جانب الوحوش التانية واللي بنشوفهم مفزوعين وبيجروا حول أنفسهم من شدة الخوف. لسوء حظهم مش بيقدروا يهربوا لبعيد وبيبدأوا يسقطوا على الأرض بعد ما بيحسوا إن طاقتهم الروحية بتتسحب منهم بشكل تدريجي. بتزود جونا من حدة هجومها أكتر وأكتر مع كل ثانية عشان تنهي المعركة، لدرجة إنها بتستخدم مهارة انفجار الضوء الملكي على نطاق واسع من القرية. مع نهاية الانفجار ده وانقشاع الضباب بنشوف إن الوحوش الشيطانية كلهم ماتوا. بترجع جونا لشكلها الأصلي بعد الهجوم وبتنزل على أرض القرية عشان تتأكد من موت الشياطين. أثناء فحصها ليهم بنشوف قوتها الإجمالية الحالية واللي وصلت لأكتر من 5000 نقطة كاملين. طبعا يا صديقي الهجوم اللي فات ده مش بس خلص على الوحوش، لا ده كمان تسبب في دمار أجزاء كبيرة من القرية وزي المتوقع. لحسن الحظ من بين كل الوحوش بينجو بطلنا لأنه ابتعد عن مجال الهجوم بدري، وبيقول إنه كان فاكر إن كاهنة السيف مش هتقدر تستخدم تعويذات سحرية ولكنه كان غلطان. أما عن فيرميون فبيطلع الطبلة وبيقول إن جونا فجرة بزيادة وإنها أنقذت قريتهم كلها زي ما كانوا بيتوقعوا منها بالظبط. بياخدوا الفرسان الطبلة منه هم كمان بعدها، وكل واحد بيطبل بيها شوية ويقول كام كلمة حلوة على جونا. أثناء الهبد بتاعهم ده بتنزل جونا على ركبتها على الأرض وبتبدأ تنزف جامد وقوتها الكلية بتنخفض ل 2500 نقطة. بيبتسم بطلنا لحظتها وبيقول إن الحوار ده كان متوقع لأن التعويذة اللي رفعت قوتها دي أكيد ليها أعراض جانبية وتمن غالي تدفعه مقابل استخدامها. بتستعيد جونا تركيزها بعد لحظات وبتتمسك شوية وبتقول لكل أتباعها يركزوا كويس لأن أصل كل المشاكل لسه على قيد الحياة، وبما إنها عارفة إن المعركة شكلها مطولة فبتخرج بسرعة جرعة علاجية من معاها، ولسه بتقول إنها لازم تشربها قبل وصول جوبو ومحاولته استغلال تعبها في الهجوم عليها. بتتفاجأ إنه كان أسرع منها لما بيستخدم تقنية زوبعة الرياح في إصابتها بجراح خطيرة. بيرفض بطلنا يضيع أي وقت بعدها وبيقترب من الفرسان بشكل كبير، وساعتها بيشوفوا فيرميون اللي بيتعرف عليه وبيقول إنه خلاص كده فهم كل حاجة، وبما إنه شاف بطلنا قبل كده وكان عايز يقتله من فترة مع الجيش بتاعه فده اللي بيخليه يشتمه ويقول له إنه مجرد فار بيحاول يستغل فرصة ضعفهم. بينادي بعدها فيرميون الشجاع على جونا بصوت عالي وبيقول لها ما تشيلش هم حاجة وتاخد وقتها خالص في معالجة نفسها وهو والفرسان هيتصدوا لجوبو. بيضحك بطلنا من كلمات فيرميون وبيقول له يبطل يهبط بأي حاجة لأن الغيلان المفروض كائنات خبيثة وطبيعي يستغلوا أي فرصة للفوز. بينفعل فيرميون اللي مش عارف ليه اللي كاتب مخليه عايش حتى الآن، وبصوت عالي بيصرخ على بطلنا وبيقول له إنه هيدوس عليه زي الفيران. هنا بقى وأخيرا بتحصل الحاجة اللي كلنا كنا مستنيينها يا صديقي، لما بيسحب جوبو القوس المتطور بتاعه وبسهم منه بيخلص على فيرميون اللي ملوش لازمة. بعد ما جوبو بيقتله بيقول له إنه أكتر حاجة ضحكته مش حوار إنه ناداه بالفار بل إنه كان بيحاول يتكلم معاه وكأنه بشري مع إنه من الغيلان. بيجروا الفرسان تجاه بطلنا لما بيشوفوا إنه قتل القائد بتاعهم وبيقولوا إنهم لازم ينتقموا منه وإلا مش هيعرفوا يعيشوا حياتهم مرتاحين أبدا. بيضحك بطلنا من كلامهم وبيقول لهم ستوب زارتنج يا جدعان لأن ما حدش فيكم هيعيش أساسا عشان يرتاح أو حتى يقول هاح. ويظهر كده إن جوبو كان عايز يجرب عليهم كل حاجة اتعلمها جديد وكمان يختبر سرعته بعد رفع مستواه لأنه كان بيخلص عليهم بتحركات في غاية الخفة والرشاقة، بحيث يعني إن الناس لما تشوفه تقول الفجر راح الفجر جه. رغم كل الصعوبات دي وضعف معنويات الفرسان إلا إن بعضهم كان بيتحلى بصفات الفارس بجد، وعشان كده بنشوف واحد بيصرخ عليهم عشان ما يتراجعوش. ما هو شايف إن من الأفضل بالنسبة لهم الموت في المعركة على إنهم يتراجعوا ويسمحوا للعدو بالقضاء على جونا قبل ما تتعافى. لكنه قبل ما يخلص كلمته والهبد بتاعه ده بيتفاجئ بهجوم قوي من بطلنا عليه، وبالهجوم ده بينهي حياته مرة والأبد. وسط صرخات الألم اللي حاسس بيها الفارس واللي بتكون آخر صرخات في حياته بيسخر منه جوبو وبيقول له إن حياتهم مش كافية لمساعدة جونا أبدا. بس وزي المعتاد ولأن المخرج عايز كده فهنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وكمان
كمان لنهاية الفصول المتاحة حاليا من الحكاية. بإذن الله في الحلقة الجاية هتنزل على طول بمجرد نهاية المعركة بتاعت بطلنا وجونا، أو لما يكون معانا فصول تعمل حلقة مدتها معقولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.